السلام عليكم. كابتن حسام وكابتن ابراهيم نبرتهم في الكلام اتغيرت خالص وبشكل كبير جدا جدا مع الناس، سواء كان اعلاميين او كان جماهير او حتى لعيبه. يعني كابتن حسام امبارح طلع يتكلم، يقول لك الناس اللي بتقعد في القنوات وتقعد تنتقد وتقعد تقول وتقعد تتكلم، طب ما ده شغلهم يا كابتن حسام. وانت في يوم من الايام كنت انت قاعد بتنتقد هناك، انت في وقت من الاوقات كنت انت اللي قاعد في القنوات دي بتنتقد وبتتكلم. فما ينفعش يبقى حلو ليك وحش للناس، غير انت اصلا ماسك منتخب مصر، يعني كل مصر بتنتقد فيه وكل مصر بتتكلم عليه. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت بتقول انا عندي 2 محترفين وربع. هو ده كابتن حسام؟ هو انت وانت جاي بتمسك المنتخب ده قال لك احنا هنديك منتخب العالم؟ قال لك ان احنا هنفتح لك كده كارير مود على الفيفا وانت تختار اللي انت عايزه؟ ما هي دي اللعيبه. وعد غنمك يا جحا، وانت عارف ده. وقبل ما تيجي كنت عايز تمسك المنتخب ده على وضعه وانت عارفه. ايه بقى اللي اختلف؟ حاجه كمان، انت عمال تزعل الناس ليه؟ انت بجد بتزعل ليه؟ ووصلت كاس عالم من غير هزيمه، ووصلت كاس من غير هزيمه. يا كابتن حسام، منتخب مصر مكانه ان هو يكون بطل افريقيا، مش ان هو يوصل كاس افريقيا من غير هزيمه. وكاب فيردي وصل كاس افريقيا، وصل كاس عالم قصدي. السنه دي، السنه دي عندك 48 منتخب، فلو انت ما كنتش واصل معاهم فانت كنت مستني تعمل ايه يعني؟ ومعلش بس انا عايز افكرك بحاجه، لما انت كنت ماسك منتخب الاردن 2014، منتخب الاردن كان بيدربه كابتن حسام حسن، ووصلوا في التصفيات بتاع كاس العالم للمباراه الفاصله، هيلعبوها مع الاوروجواي. ماتش في الاردن والتاني هناك في الاوروجواي. اول ماتش كابتن حسام حسن والاردن اتغلبوا 5-0 في الاردن على ارضه وسط جمهوره، اتغلب 5-0. وبعد كده اتغلب هناك، اتعادل قصدي، اتعادل في اوروجواي 0-0. كابتن ابراهيم بقى طالع يقول لك ايه؟ طلع يقول لك انا بقبض بالمصري والمدربين بتقبض اكتر مني، والكلام ده ما ينفعش والكلام ده ما يصحش، ومدربين انديه بياخدوا اكتر مني. طب ما طبيعي يكونوا بياخدوا اكتر منك يا باشا، الناس دي معاها لايسنس ومعاها شهادات، انت ما عمرك ما خدتها، فطبيعي ياخدوا اكتر منك. وبعدين هو قبل ما تمسك المنتخب كان حلو وجميل وبسمسم وبترتر وكل الحاجات الحلوه، فجأة كده هنقعد بقى نتنمر ونترم نمرض؟ حاجة أخيرة، أنت بتقول معايا نواقص. طب لما أنت معاك نواقص، كابتن حلمي طولان يعمل إيه؟ لما أنت بتنقي زي ما أنت عايز وتقول معايا نواقص، أمال الكابتن حلمي اللي بيلملم بواقيك وبيعمل مستوى أحسن منك؟ كابتن حسام استهدى بالله كده وربنا يوفقك.